بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقتنا النهارده بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق الأمين. يمكن النهارده أنا طالعة بتكلم في أختنا بسنت. آه، وطبعا التعليقات والفيديوهات اللي رايحة واللي جاية، والإشاعات برضو اللي رايحة واللي جاية، يمكن أثّرت فيّا جدًا، جدًا يعني. وبقيت مش عارفة يعني مش عارفة أناعيها إزاي. فما كنتش قادرة أبدًا أتفرّج على فيديوهاتها أبدًا، أبدًا، لإني قلبي اتقطّع عليها. إحنا كُلّنا أمهات، كُلّنا أمهات. يمكن أنا ما خلّفتش بنات، بس طبعًا أي بنت بتأثّر فيّا جدًا، باحس إن هي بنتي. آآ وعاوزة أقول للشباب، البنات دي ولاد ناس، مش أنت واخدها ومحطّة هتتجوّزها يومين وتسيبها، والّا هتخلّف عيّلين وترميهم لها تقول لها اتصرّفي، أنا مش عاوزِك، في واحدة تانية. آآ اللي أنا عاوزة أقوله لكم كشباب: اتقوا الله، اتقوا الله في ولاد الناس، عشان ربنا يتقي الله في ولادكم. اتقوا الله في ولاد الناس عشان ربنا يتقي الله في ولادكم. أمّا واحدة زي دي تسيبها في عِز شبابها، في عِز جمالها، وتاخد بعضك وتروح تتجوّز، حتى يا شيخ لو هي بيقولوا هي اللي خلعتك وراحت خلعتك، كلمتين طيبين منّك عشان خاطر بيتك وعشان خاطر ولادك وعشان خاطر حياتك، تجري تروح تتجوّز واحدة تانية وتخلّف منها وتدّيها يعني مش استحقاقاتها. 3000 جنيه يعملوا إيه في الزمن اللي إحنا عايشينه ده؟ وبعدين الشقة دليل على إنها وهي في آخر كلامها بتقول لك تعالَ خُد الشقة بعيالك، خلاص فضّيتها لك، دليل على إنك بتزِن عليها، ضغط حياة فظيع. لمّا تكمّل وتروح تشتغل وتربّي عيّلين وتودّيهم المدارس وتودّيهم الدروس وتعمل لهم أكل وتسهر على راحتهم، ده مجهود كأي أم جبّار. طبعًا ما فيش حد بيرحم ولا بيرحموا ولا بيسيبوا رحمة ربنا تنزل. وأرجو من كل أسرة قبل ما تجوّز بنتها تشوفها هي عاوزة إيه الأول. أرجوكم، الفلوس مش كل حاجة، دي وسيلة بنعيشوا بيها. أرجوكم.